كل ما اقرر ان انا ما اكملش الفيديوهات دي لاخرها بلاقي غصب عني ان انا عايزه اكمل الفيديو لاخره. ما اعرفش ايه السحر الغريب اللي في الفيديوهات دي، بس اي فيديو من الفيديوهات دي وانا بتفرج عليها بلاقي نفسي بفضل مع الفيديو لحد لما بيخلص. فانا ما اعرفش ايه السحر الغريب في الفيديوهات دي خليني اكملها للاخر. وجالي كذا منشن فيها، وانا بصراحه ما كنتش عايزه اعمل فيديو لاني مش لاقي حاجه اتكلم فيها. يعني هتكلم واقول ايه عن الفيديوهات دي؟ هي فيها فعلا راحه نفسيه فظيعه. انا بقى عايزه اسال سؤال والمتابعين طبعا يردوا عليا. هي السجاد ده بيجيبوه منين بالمنظر ده؟ انا لقيت في الكومنتات بتاعت الفيديوهات دي ان الناس بتقول ان هم بيجوا من بيوت مهجوره عند الاجانب. يعني البيوت المهجوره عند الاجانب بيبقى فيها السجاد، فبياخدوا السجاد بالمنظر ده. ايه اللي يخلي حد ياخد مثلا السجاد بالمنظر ده ينضفوه وبعدين مش بينضفوه ده بيرجعوه جديد تاني؟ يعني ده تقريبا كده ده بينقلوا فيه الموتى ده ولا ايه؟ انا مش فاهمه. يعني حاجه، بصوا هو بيرجع نضيف كانه جديد. فايه اللي يخلي حد مثلا يفكر ان هو ياخد سجاده زي دي بالمنظر ده ويغسلها كل الغسيل ده؟ يا جدع هات لك واحده جديده يعني اوفر من كل اللي انت حطيته عليها ده. بيحط عليها مواد كتير جدا، وبعدين بيستخدموا مواد كيماويه جامده يعني عشان تنظف. يعني انا معرفش ايه الفوران اللي بيطلع اساسا من المواد كمان اللي بيستخدموها. وش اشكال وش الوان عشان ترجع جديده، بس هي بصراحه بترجع جديده زي بصوا كانها لسه جايبها من عند البياع. بس الغريبه في السحر بتاع انك تكمل الفيديو لاخره. ايه مثلا اللي يخليني اقعد اتفرج على المنظر؟ انا بشوف ان هو انا عن نفسي بتشد قوي للفيديوهات دي. بلاقي نفسي قاعده كده مع الفيديو لحد لما يخلص واشوف السجاده وهي منوره كده مزهزهه. وانا جالي كذا منشن في الفيديوهات دي، فانا مش عارفه اقول ايه عنها. بس انا بصراحه بحب اتفرج عليها قوي. يعني بلاقي نفسي ان انا سرحت في الفيديو واتفرجت عليه. عايزاكم تشاركوني برايكم في الكومنتات اذا كانوا هما بيبقوا قاصدين يخلوا السجاد بالمنظر ده، ولا فعلا ان هي السجاد دي بتبقى موجوده في بيوت مهجوره عندهم، ولا ايه نظامها؟ وهل يستحق كل التعب ده ولا كان يشتري؟ انا بالنسبه لي يعني كل اللي هو عمله ده ممكن نشتري واحده جديده اوفر، واللي انت عملته ده كله يعني كلفك كتير يعني. بس هي فيديوهات ممتعه وانا عن نفسي بحبها، وفي ناس كتير بتحب تتفرج عليها. اي حد هيعمل لي منشن في اي فيديو هتكلم عنه، لان انا بحبكم وبحب انزل حاجه اللي تبسطكم وترضيكم، وادينا بنتمتع مع بعض وبنضحك مع بعض وبنهزر مع بعض. ولو في فيديو فيه معلومه مفيده فهي بتفيدكم وبتفيدني معاكم. وكل سنة وانتم طيبين، يجعله عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. انا شيماء غريب، لو انتوا اول مرة بتشوفوني ما تنسوش الكومنت العسل اللي شبهكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير حلوة تنفعكم. مع السلامة.